السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأسعد حال. النهاردة هنلعب ماينكرافت نسخة البيدروك، الحلقة الثامنة في سلسلة ماينكرافت. النهاردة آخر فيديو كنا في كهف، وقلنا مش هتدخل الكهف تاني عشان كبير جدا جدا جدا، خليه للمستقبل إن شاء الله. فاحنا دلوقتي نركز على حاجة واحدة بس، وكل شوية أقولها بس انتوا مش ركزوا في الموضوع ده. احنا هنشوف الفيديو ده، ابحث عن مكان نحط فيه البيت بتاعنا المستقبل ان شاء الله. اكيد يعني ده المكان الاول، وانتوا شايفينه ده المكان الاول اصلا، كان بيتي اللي هنا زمان اصلا. ده المكان الاول ماشي. بس احنا نستكشف اماكن تانية، مثلا نروح عند الصحراء مثلا يعني، او مثلا نروح عند مكان فيه مية. هنشوف كده معاكم ان شاء الله. فيديو يعجبكم، واذا عجبكم تضغطوا لايك واشتراك في القناة. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الحلقة. الحلقة اللي فاتت جمعنا كمية حاجات. انتوا مستغربين دلوقتي فين النحاس الكتير ده؟ بلوكات نحاس فيها بتطلع 8 ستاكات من النحاس. دول نحاس كتيرة جدا ما شاء الله عندنا. انا سهرتهم كلهم. انا عارف ناس كتير بتقول مثلا ايه ده، حبة دول 10 بس فحم يا مصطفى، عشان صح. سيحت كمية كبيرة جدا من كل دول صح. خليتهم يسيحوا كده ماشي. مستني اصلا الليل علشان ندخل وننام. وبعد كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ناخد السرير معانا، وناخد كذا بلوكة كده معانا عشان نكتشف الاماكن اللي احنا عايزين نحط فيها بيتنا. فننام دلوقتي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ناخد معانا السرير اول حاجة. تاني حاجة كرافتنج تيبل. خدنا كرافتنج تيبل. تالت حاجة ناخد 30 حبة من ماشي، من النحاس والفحم. مثلا هات الفحم دول. ناخد ايه كمان معانا يا مصطفى؟ في هنا ناخد مثلا، ناخد 30 حبة خشب. في كيف نكتب هنا اهي. مثلا نحط هنا خلاص ماشي. وناخد ممكن نلاقي اي حاجة نستخدمها. وناخد بلوكات دي والديرت. خلاص كفاية كده، قعدنا حاجات كتيرة. نظبط بس عشان الأماكن كتيرة، أماكن كتيرة ما شاء الله. فخلصنا كده، احنا أنا خدنا الحاجات اللي احنا شايفينها. لا بس أنا نسيت حاجة مهمة جدا. ناخد فرنين وده عشان كده، بس كده. فنستكشف المكان. أنا عارف في أماكن، أنا شايف إن الأماكن دي كلها أشجار وحاجات. فده تاني مكان يعني، بس مكان صراحة بالنسبة لي وحش يعني، عشان كثرة الأشجار وكده. فممكن أصلا مش في بيتنا هنا مكان، مع إنه حلو كشكل ما شاء الله. تطلع من بيت كده شكله حلو، فأقول لك ده مكان الأول، فاهم؟ ده مكان الأول إن شاء الله اللي احنا ايه، نحط بيتنا ولا لأ. ده أول مكان ماشي. تاني مكان ده مكان برضو في الجبال. مش مهم، تعال نروح المكان التاني. تستمتعوا في الحلقة ان شاء الله. اتوقع الحلقة دي هتكون طويلة شوية، اتوقع يعني. بس ان شاء الله تستمتعوا. ده الكهف اللي مش عارف، الناس مش عارفة. ده الكهف. ده كهف برضو. ده نفس الكهف بس ده داخلة وداخلة. هنا في شجرة عسل. ده مش عسل يعني، قصدي فيها نحل وكده، فمش ده مش نموت. في ناس كتير بتقول طيب كده فوت مسافة حاجة غلط، يعني انت تسيب بيتك وكده ممكن تموت مثلا، او مثلا يا مصطفى تضيع من بيتك اصلا الاساسي. مش خايف ان حافظ مكانه وحافظ الاحداثيات دي مكتوبة هنا على تحت القلوب. الارقام اللي شايفينها دي الاحداثيات انا حافظها. فمش تخافوا يعني، احنا كده كده ان شاء الله في الاخر هنروح للبيت. ده بحر
اهو زي ما انتوا شايفين مية اهي. مشكلتها ان في وحوش، بص السلاسل بقول في وحش اهو بيجي ورانا، جينا من جوا. أنا مبحبش الجوع في اللعبة، تكون مملة كده. كله انت برا احسن. يلا اطلع. انا عارف انت تقدر تبقى تبح ليه، علشان عايزين اكل، مصدر اكل. الخرفان برضه بتتعود. اي كائن هيلاقيه في وشي معلش يعني هيدبح مؤاخذة يعني. لو ما ناخد عشان لو شفت هنا في زي كتابات كده، عشان دي اول مرة نذبح اللون ده. انا مش طوالي. في هنا مكان، هنا في جبال اهو حوالين المكان ده. عايزين نبحث على مكان كده حلو. يمكن الخنزير ده، يلا. في بقرة هنا، اتوقع شفت حاجة انا برضو حلوة محتاجينها يعني، فتعال نروح على الحتة دي. اوكي، اللي هو ده يقطيس او اللي هو قصب السكر. في بقرة هنا صاد منك لحم وجلد. ناخد البقر ده. في هنا مش عارف هو موجود عندنا ولا لأ في البيت، اتوقع موجود. اللي هو حاجة مفيدة جدا، اللي هو قصب السكر. بس أكيد نجيب منه سكر، ونجيب منه كمان في قصب سكر هناك برضه، فممكن نروح ناخده برضه. ونجيب منه كمان ورق، نستع فيه ورق، مش نجيب نستع فيه ورق. نمشي. أنا أكيد يعني مش أكيد يعني مش همشي كده كل شوية أصور فيديو، أصور قصدي. فممكن ايه اللقطات تلاقيهم مقطعة ولا حاجة، عشان اشيلهم يعني، عشان مش الفيديو يطول ويكون ملل في الفيديو. ماشي يا حبايبي، بس بتمنى الفيديو ده يعجبكم. انا حاولت اجيب فيديوهات عشان تستمتعوا واعمل افكار وان شاء الله فيديو يعجبكم في الاخر من غير ما اتكلم اقول حاجة تانية. اخد دي بس كده، مبحبش حاجة تقع مني. كفاية كفاية كده 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 نزرع فيكتروا معانا. مش لازم يعني ايه نجيبهم وكده. ماشي، نروح فين احنا نمشوا. فممكن اقطع حتة من الفيديو. في كلب هنا اهو، اتوقع نفس الكلب اللي احنا شفناه في اول فيديو تقريبا. انا اتمشى لو لقيت حاجة كده اصورها لكم يعني اكيد. لو ملقتش حاجة اقطعها برضه زي اي تقطيع. ماشي يا جدعان، منظر ما شاء الله، مناظر جميلة جدا، والجبال دي يعني ما شاء الله. فدلوقتي هنا في كده شجر اللي هو ملون ده، نور وكده اللي بينور بالليل، فده ناخده. فدلوقتي اهو في اللحظة دي اقطع حتة من الفيديو عقبال ما نشوف مكان حلو، عشان نشوف مكان حلو كده. ماشي يا جدعان، يلا. يلا ارجع لكم اهو. الحتة دي انا عارف جنب الوقفة، بس لا بصيت على الحتة دي يعني حسيت ان في كده حاجة حلوة جدا في الحتة دي. هي مصطفى الجزيرة في النص دي، شايفينها؟ انا حاسس ان المكان ده حلو جدا. لو عملنا بيتنا هنا وحوالين بص الجبال الجميلة دي، كلها اشجار وكلها حاجات حلوة، ممكن نشيل الجزيرة دي. احنا عايزين نشيلها يعني، ممكن نحطها نخليها او نخليها يعني. فممكن نحط بيتنا في الحتة دي. فحاسه مكان حلو جدا بالنسبة للمكان اللي حواليه. تعالى نشوف المكان اللي حواليه. انا عارف شفت هنا في السفينة، انا لسه عاملها يعني، لسه عاملها دلوقتي. فتعال نروح عند الجزيرة دي واوريكم حواليها. حاسه هيكون حلو جدا لو عملنا بيتنا هنا. لو ركزت بصوا ان مثلا ان الجزيرة صغيرة جدا جدا يعني، فوق ما تتخيلوا. فبص حواليها ما شاء الله، يعني حتى في ماينكرافت فيها طبيعة.
انتوا شايفين كده، يعني جنب حواليها كده جبال واماكن حلوة وكده. فاكتبوا لي في التعليقات المكان الاول اللي هو بيتنا الاصلا الاساسي، ولا المكان ده، ده المكان التاني. ماشي، تقول في التعليقات رقم 2 او رقم 1. حاليا لسه في ممكن مثلا رقم 3، ممكن رقم 4، هنشوف قدام. بس ده مكان قصدي ده مكان التالت ان شاء الله. قصدي التاني، سوري، التالت ايه التاني. واشوف قدام. يلا تعالى نروح نتمشى شوية، نطلع من الجبل ده. شغل مناظر جميلة أوي كده، أقسم بالله، جبال جبال جبال. بحب الجبل كده. اوف، بص 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 الحتة دي. بص الحتة دي نيل ايه، شلال. تشوفوا شلال هنا اهو، ومية وجبال. الحتة دي بحبها حب يعني يا جدعان، يعني مش هقول لكم بحبها ازاي. انا اسكنها في الحقيقة اكيد، اصلا مش هسيب حاجة في اللعبة دي. انت اختياركم، انا مش اجبر حد على حاجة. اختياركم، وانا اشوف اعلى مكان، مش اعلى مكان وانا اعمله. ماشي. لو مش عاجبكم الموضوع ده خالص، ولا هنشوف الموضوع ده في التعليقات، اكتبك في التعليقات هنعمل ايه. لو مش عاجبكم الاماكن دي، او مش عاجبكم اختيارات الاماكن اللي غيركم اختاروها، تقولوا في التعليقات برضو. مش حبايبي، حاسس المكان ده برضو حلو الصراحة. فممكن نعمله مكان التاني، نعمله مكان التاني. يلا يا عم، ده المكان التالت. المكان التالت اهو، مثلا يكون بيتنا هنا مثلا، الحتة دي نظبطها هنا. يكون جنبها اهو على يمينها جبل، قدامها جبل كبير، على شمالها شلال وفي جبل. ممكن نبين شلال اكتر، ان هو نعمل شلال حي، نعمل شلال، فاهم، نكبره اكتر او بينه اكتر. ده المكان التالت، مش حبايبي، ده المكان التالت ان شاء الله. تعال نمشي كده حوالين الجبال، نقارب. عارف دي مضايقاك لكم، تعالوا نشيلها. حاليا الحمد لله يعني، مش حاجة حصلت الحمد لله. كنت خايف قوي ممكن نموت كتير او يحصل حاجة. الله اعلم الفيديو ده هيكون اطول فيديوهات ولا اكثر فيديوهات، كده او كده يعني، ان شاء الله يستمتعوا فيه. في جبل هنا. اوكي، نمشي في البحر بدل ما نمشي اسرع بكتير بالنسبة للمشي وكده. تعال نكسر حبة من دول، معلش كده يا جدعان، عشان نستفاد منهم مقدمة متاخد. نستفاد منهم مقدمة متاخد في البتاع دي. ناخد دي بالمرة. نرجع كده نمشي. اوكي، هنا في جبل، هنا شيء سكرة. يا سلام، اشجار البامب دي يا جدعان، اخد منها حب. الحمد لله بصيت، اقسم بالله كنتش ابص عليها. الاشجار دي شكلها حلو جدا 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 جدا، فوق تخيل. هتشوفوها لما نطلع دلوقتي. انا مش عايز ابوظ الاماكن الجميله دي، لا اكسر ولا حاجه. احاول امشيها. يعني مثلا ممكن اكسر دي عشان اعرف امشي. ناخد الديرت ده كده، نعمل درج. نحاول نطلع زي ما انتوا شايفين. لا يا مصطفى، يا مصطفى، مش تنزل هتقع يا حبيبي. بسم الله. مش سبحان الله، قول بسم الله على طول طلع. قول بسم الله دايما، بسم الله يا رب. بسم الله بسم الله. هناخد ايه يا عم؟ نحاول نطلع. كهف هنا.
ايه يا جدعان مش ناقصين. لا مش ناقصين يا جدعان، مش ناقصين، مع ان الفحم مغري، احنا هناخده كده بس. لا مش عايزين، شكرا. مش عايزين نموت، عايزين الفيديو ده يكون راحة كده، يعني شوف الجمال بتاع ماينكرافت. خلصنا، قربنا نوصل يا جدعان اهو. بسم الله ما شاء الله، واستمتعوا بالمنظر الجميل، منظر الاشجار الجميلة. الله يا جدعان، هنا في بانكن كويس. هو بانكن اللي هو ايه؟ اللي بانك بالانجليزي اللي هو ايه؟ مش عارف والله بالعربي ايه يا جدعان، معلش. اكتبوه بانكن بالانجليزي يعني، ترجموا بانكن. اللي هو تقريبا اللي في الهالوين، عارفين الحاجة اللي في الهالوين دي، ده البانك. حبايبنا المسيحيين والأجانب هم بيعرفوا الحاجات دي الصراحة، المسلمين مش عارفين الحاجات دي عشان احنا مش بنحتفل أكيد، أو بنحتفل معاهم. ربنا أكيد لكم دينكم ولا دين، نحترم كل أدياننا، دي أهم حاجة، نحترم كل أدياننا، مش هيضع. بص أنا كنت لسه أقسم بالله أقول الحمد لله يا رب مش حصل أي مشكلة في الفيديو ولا أي حاجة، والله العظيم لسه أقول الكلام ده، كنت هموت. ماشي، تعال ناخد شوية من الشجر الجميل ده. ناس كتير بتقول ده بتاعه بينك يا مصطفى، المفروض بنات اللي يحبوه. تيجي بعد نفسك اللي انت برضه، مفيش حاجة اسمها بنات وولاد، حاجة اسمها كده. ممكن تحب انت البينك، ممكن تحب مش بينك يعني، مش عارف ده لون ايه. بقى بينك حاسه اغمق، ده فاتح جدا ما شاء الله، لونه كده جميل. بتجمع يا مصطفى؟ بجمع الورد ده الصراحة، مكان مش الاسود ده، ولا خلي الاسود، خلي الاسود. شيل البني، شيل ايه؟ شيل حاجة، شيل ده، شيل ده وشيل ده. عايزين ناخد شوية حاجات كده جميلة دي، ناخد منها ستاكين. شوف كده احنا كده خدنا ستاكين منها دي ولا لأ؟ عايز اخد اكيد الجليتش ده، ماشي اتوقع عشان ما شاء الله مكان حلو كده، بتحصل في جليتشات عادي. ناخد الشجر اللي بيقع، لا خلاص كده. خلاص خدنا ستاكين وخدنا شوية من الشجر نفسه، يعني مش تخاف هنزرعه ممكن في بيتنا جنب بيتنا كده. لو ركزتوا كمان ان الشجر ده، بص طلع حاجات كده، بص حاجات بامبي، بص اهو باين اهو ازاي يطلع كده ان هو ورق ده اللي هو بيتصنع اصلا. المفروض اصلا لو زرعته في بيتنا ينزل حاجات دي اللي انا خدتها دلوقتي مفروض. فمش عارف، او مش هقولك ده مكان الرابع، ممكن نعمله عادي. فحاسه لا مش لازم يعني يكون مكان الرابع، وابا راحتكم ولا ايه؟ ناخدها مكان الرابع. خنزير صغير ازاي، بص عليا. ناخدها يا خنزير مكان الرابع، عشان الخنزير موجود هنا الصغير الجميل ده، مع انه حرام يعني اكيد يتقتل. ناخده المركز الرابع او مكان الرابع اللي احنا ممكن نعمل في بيتنا، ده مكان الرابع. ليه خططت مكان الرابع؟ الصراحة بصيت هنا لقيت جبل جميل وطويل جدا قدام المكان، ممكن نعمل بيتنا هنا وراه الاشجار الجميلة دي، وهنا تحتيه النيل كده او مية كده، وهنا في جبل وورا، وهو جبل اصلا موجود. خلي ده مكان الرابع مش يا جدعان؟ ده مكان الرابع. مكان الخامس هنشوفه بعدين، عقبال لما صراحة اشوف، عايز اخد البانكن ده نزرعه في بيتنا. يلا بينا يلا بينا.
ماشي يا مصطفى، كنتش فاكر مش هتميل الدرجات دي، كنتش فاكر مش هناخد حاجة، ممكن ناخد أشجار، كنت فاكر ناخد أشجار وكده، أنواع من الأشجار ألوانها وكده يعني. طلع خدنا حاجات كتيرة جدا. ناخد بانكن كمان نزرعه في البيت، مش لازم ناخده كله، بس عادي ممكن ناخده كله يعني، مش هنقول لأ. بس بيتعمل فيه ايه؟ بيعمل فيه الكيكة دي، عمل فيه الكيكة اللي انتوا شفتوها دي، كيكة البانكن أو كيكة والله العظيم ما افتكرت اسمه بالعربي يا جدعان. آه... فقدت اسمه، اقول لكم دلوقتي يعني، فقدت اسمه اقول لكم ممكن يعني ايه بالانجليزي بالعربي، انجليزي بالعربي. ماشي، ممكن نمشي شوية كده احنا اهو. اوكي، نمشي فوق الجبل ولا المكان ده كله جبال؟ لو انتوا شفتوا الأماكن دي كلها جبال. تعال نجري يا مصطفى عشان مش نطول معاكم. تبقى هنا في مية وجبل حفرة كده، الناحية التانية يكون فيها ايه طيب؟ اوكي، حاسه زي ما هي بالظبط. ايه ده؟ هي اللي في دماغي هي الجزيرة، كنا المركز اللي هي رقم 2 تقريبا، مش تفتكروا بجبية. انتوا شوفوا الفيديو وتفتكروا. انا بقول بس اي حاجة عشان نعرف بس كده، فاهمين؟ فمش متأكد انه ده المركز التاني ولا المركز. حاليا احنا دلوقتي 4 أماكن، وانا ممكن اعمل بيت نام فيها. تعال ننام، بالك لسه مش جه. المكان ده مفهوش برضه حاجة. ايه ده الجبل ده؟ ايه مفتوح ده ولا عشان لسه مش اكتمل؟ مش عارف. تعال ننام دلوقتي، اتوقع الشمس راحت، لسه الشمس موجودة بس ممكن ننام دلوقتي عادي. اتأكد قمر اهو، سبحان الله. انتوا يا جدعان اهو حبايبنا كلها. بسم الله. كسر السرير ونكمل رحلتنا. هنقف في 5 أماكن، فتختاروا من ال5 دول. احنا فاضلنا مكان واحد، ونحاول المكان الواحد ده نخليه يعني مثلا لو مش لقينا اماكن دي نعمل الاماكن دي المكان الخامس ده ايه، فاهمين؟ ان احاول اجيب احسن مكان في الخامس ده. والارض الابيض ده موجود في البيت ولا مش؟ مصطفى مش ركز في الحاجات دي، عادي ممكن اجيبها في خلف الكواليس، او ممكن اجيبها معاكم عادي يعني، مش لازم دلوقتي. مش دي اللي كنا انا بلف حوالين نفسي، ودي حاجة وحشة جدا. تعال ننزل المية دي، نمشي. ماشي ازاي؟ بس كده، مش غير كده مش عارف اعمل حاجة تاني. ناخد القارب، ننزل المية دي ونمشي زي طريقها، ونشوف كده سبحان الله يعني ان شاء الله. لو حصل حاجة يعني نروح لمكان احسن بكتير. نشيل دي يا مصطفى عشان الناس تشوف تتفرج. إلى حد الآن لو ركزت في شجرة طويل ده شجر غير. لو ركزتوا بص لون الشجرة دي، شايفينها اللي قدامي دي، مش نفس ألوان الشجرة الكبيرة دي. ده نوع مش لازم تكون طويلة يعني، مش ليها دعوة بالطول. بص اهو ده لون، وفي شجرة جنبنا ودي لون. ركزتوا؟ ايه ده كويس، بطيخة. دي بطيخة نزرعها ولا حاجة. نشيل، هات شيل العظم ده يا عم، وشيل مثلا شيل دي مثلا. ايه تاني يا مصطفى؟ نشيل ايه تاني؟ نشيل دلوقتي حاجتين دول بس. هاخد البطيخة دي، في كذا بطيخة هنا اهي، سرعة دي أسرع.
شايف الاشجار دي؟ اخر ان شاء الله نجمع كل الاشجار اللي في ماينكرافت نزرعها جنب بيتنا، فمش تخاف. ممكن ناخدها دلوقتي، كنت عايزين درجات يعني، فممكن ناخدها دلوقتي اهو. يلا ناخد دلوقتي الاشجار عشان ايه؟ هي تنزل دلوقتي مفروض شجر او ورق يعني شجرة صغيرة عشان نزرعها في البيت المفروض يعني. خلي هنا المكان ده هنا. شيلي يا مصطفى اللون الاسود ده، مش ضروري. مثلا ايه الخشب واحدة بس اسهم. شيل الفرخة واحدة، ولا ممكن ناخدها دلوقتي. اخرت اللي بيرمي كل حاجة. بس هاتها دي بس. ممكن اكلها دلوقتي، مش مهم، لازم يكون نية ولا حاجة. هي دي وهي المفروض تنزل. استنى شوية عقبال ما تنزل. حتى شجرة واحدة، حتى لو كان شجرة واحدة يعني. ناكل طيب دي. يبقى مش فارق. تانو اهو الشجرة. نسرع ان هي توقع. وقعت واحدة كفاية، مش لازم نعمل كتير. اوكي. ايه ده؟ يا بنت الناس المحترمة، ساحرة. ساحرة يا جدعان، ساحرة يا جدعان. بسم الله، بسم الله. موت يا رب. الحمد لله يا رب مش موت. بس انا فاضل لي قلب، نص قلب واحد واموت. استنى شوية نعمل سبون بوينت عشان انا عرفت، عشان لما تروح بعد كده ايه. هل مش حاجة تتهالي ايه ده؟ مش عارف ايه اللي تقول الصراحة. شوف الحاجات اللي تتهالي. طيب ايه الدوشة الهبل ده؟ نكمل. حاليا دلوقتي جبت حاجات كتيرة جدا. حاسس الفيديو ده يكون حلو برضه، كنت فاكر يعني ايه يكون صغير ومفيهوش حاجات يعني واو اللي احنا عملناه وكده. طلع شكلنا ايه؟ طولنا. نفس الوقت جبنا حاجات كتيرة، جبنا نوعين شجر جدد. يا رب يكون مش اللي في دماغي يكون نفس المكان، عشان انا هتشل. اقسم بالله معلش يا جدعان. يعني نمشي حوالين نفسنا كده يا خلاص بقى. نفس المكان. طب نمشي قدام. همشينا الناحية دي ونمشي هنا ولا مفيش؟ بس الشلال اهو زي ما قلتلك عليه اهو. كان لسه مكمل المكان. تعال نشيل القارب. بدل ما نمشي كده نمشي العكس، عشان خلاص بقى يعني خلاص. احنا ايه؟ نروح مكان تاني. احنا كل شوية نبعت من البيت لو ركزتوا. بيتنا 200 ومش عارف كام والله ما فاكر. شوية تفكرون، مش قصدي مش فاكر يعني. يا جدعان، قرية وكبيرة. الله أكبر الله أكبر. قرية وكبيرة وحصنة كتيرة جدا موجودة. تلات أنواع حصنة شكلها جامد. يا رب ما تختفي يا رب. أعمل إيه طيب مش تختفي؟ النبي خش. ونقابل جميل مش لازم نركز في الحصان دلوقتي. وانا في سكورة. ده السكورة اللي احنا كده كسرناها. الحمد لله اللي احنا جينا هنا. قرية جميلة وبص حواليها ورود. النخلة ده مكان رابع خامس. ده مكان الخامس يا جدعان. وسبحان. وفي تلج هنا. لا ده مكان الخامس يا جدعان. مكان الخامس انا مش عارف مكان ايه هو، او مكان البيت نفسه فين. بس ده مكان الخامس. مكان جامد. وهنا لا ده مكان الخامس يا جدعان. ده في شجر جديد برضو.
تعال نكسره. ده هيكون المكان الخامس جنب قرية وريت القرية تكون مثلا ايه. طب قرية تكون حلوة يا مصطفى، انا فاهمك، فاهم اللي الناس بتقول، بس قرية مش حكاية حلوة ان هي قرية حلوة اللي هي فاهمني ان الحمد لله لقينا قرية، لا، مكانها وشكلها، يعني كل حاجة حلوة ما شاء الله فيها. فده مكان الخامس. وبكده تقريبا خلاص نخلص الفيديو. بس مش عايز اعمل اي حاجة من وراكم بصراحة. اهو خدنا اهو شجرة. خدها يا ابني، مش معايا مكان. طلع ايه؟ طيب طلع ايه؟ شيل ايه شيل ايه شيل ايه شيل ايه؟ هنشيل اسهم. فبكده اهو شوفوا انتوا شايفين في هنا شوفوا ركزتوا ان في شكل جديد من الفرخة عشان في ايه، في مكان جديد. فاهمين؟ انا دلوقتي مش عايز ابص ولا اخد اي حاجه مش من قريه، انا باخد بس حاجات اللي بره. الشجره دي يعني مش لازم تكون من قريه يعني، فاهمين؟ فده المكان الخامس، واكتبوا لي في التعليقات المكان الاول المكان التاني ولا المكان الخامس اللي احنا وقفنا فيه، وهي القريه. مش عارفه ممكن اصلا نعمل ايه لو انت بتقول مثلا عايزين المركز التاني يا مصطفى، او التالت او الرابع او الاول، بس القرية دي اكيد مهمة ليك وصعبة تروح. مش تخاف يا جدعان، عادي مفيش مشكلة. هناخد حاجات اللي احنا عايزينها، هنحميهم، وبعد كده ايه اللي عايزينهم ولا حاجة ممكن نجيبها من هنا لبيتنا. فمش لازم يعني نعمل بيتنا هنا، يعني لو انتوا عايزينها لو عايزين المكان الاول والتاني والتالت والرابع يعني. بس المكان ده بالنسبة لي حلو جدا 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 يعني. يعني بص لو ركزتوا هنا في هنا اهو تلج، مكان كله زراعي، وهنا في سكرة الخشبة الجديدة، وهناك في سافانا الخشب السافانا اللي انا كسرته منه. فبتمنى الفيديو يعجبكم. وانا عارف المكان بعيد اوي بيتنا، فممكن اصلا اختم الفيديو وانا واصل لبيتنا. فالسلام دلوقتي، عقبال لما اروح بيتنا. بس المكان ده يعني كبير وكده، او مكان طويل، فهنعمل يعني ايه اقفل الفيديو، مش هقفل الفيديو يعني خالص، اقفل الفيديو عقبال ان شاء الله لما اوصل البيت. بعد كده اختم الفيديو في بيتنا، او مش في بيتي القديم، فاهمين؟ نام دلوقتي، متوضى دلوقتي بالكلام عشان انا يعني كنت فاكر قسما بالله يا جدعان الفيديو ده هيكون ممل شويه من الناس، بس الفيديو طلع جامد بسبب القريه اللي احنا شفناها دي. فنروح بيتنا، انا شفنا مكان هو جميل، ده مكان الخامس. نروح بيتنا دلوقتي وهنجيلكم ماشي. فاكيد مش هلكم من هنا لغاية بيتنا، يكون مكان طويل جدا طويل جدا جدا، وهيكون ممل جدا الرجعة. فارجع للبيت، اروح البيت يعني وارجع عنه، وبعد كده ان شاء الله اختم الفيديو هناك. يلا يا حبايبي، يلا سلام دلوقتي. ها يا جدعان قرب نوصل البيت، فقلت بالمرة اهو اوريكم بيت في اللحظة اللي انا اوصل فيها. قرب نوصل البيت يا جدعان. 250 يا مصطفى. 250 فين؟ هنا. 250 و100. بيتنا اهو كويس، شفت؟ يلا يا جدعان وصلنا البيت والحمد لله. مش حصل حاجة، ولا بطن الحمد، كنا نموت من السحرة الحيوانة، بس الحمد لله في الاخر مش موتنا يعني، الحمد لله يعني. نحط سيرنا سبون بوينت. انا تعبت موضوع الخشب، مفيش صناديق كتير. بدل اعمل كده اعمل ايه؟ لا بلاش نعمل صناديق. صندوق، صندوق الكبير يعني، نحط فيه حاجات تانية زي بانكن
حاجات احنا جبناها جديدة، انواع الاشجار اللي جبناها كده عموما. انتوا شايفين ده نوع حلو، وده برضو نحاس. خلي الحاجات دي كلها هنا، انا رتبهم في خلف كواليس عشان مش هطول معاكم الفيديو اكتر من كده. انا قلت لكم الفيديو هيكون طويل، طلع كلامي صح في الاخر. نرجع كل حاجة زي ما كانها. فزي ما انتوا شفتوا دي الاماكن اللي انا قلت لكم عليها. حاولت والله ادور كتير. انا في الحقيقة بس هورت الفيديو 2:50. دورت 3 ساعات. دورت كتير يا جدعان والله العظيم، بس الحمد لله ده اللي حصل. زي ما انتوا شفتوا اللي جبنا 5 اماكن. رقم 5 ده مكنتش متوقع اصلا اشوفه. لو نسكن قدام قرية او جنب قرية، فما عنديش مانع اختاره من بين ال5 دول. احنا فين ان شاء الله بيتنا الاساسي ان شاء الله. واول تعليق انا اعمله، معلش، انا اخلي التعليقات من بدأ الفيديو لغاية يوم او يومين، اشوف خلاها يومين. عشان ايه؟ اشوف انتوا تكتبوا ايه، عشان ايه اخليكم مدة التصويت يكون طويل شوية، عشان مش تقولوا لي مثلا مش لحقت يا مصطفى مش لحقت. فانا اخليهم يومين كاملة، من يوم نزل الفيديو لبكرة، اللي هو يوم بكرة. بعد كده بعد بكرة بقى انزل الفيديو التاسع على بناء المكان اللي انتوا اخترتوه. ابني بقى المكان وكده، ابني البيت وكده. ممكن ابني البيت او اشوف كده في حلقة التاسعة هنعمل ايه. بتمنى الفيديو ده يعجبكم. اذا عجبكم يا ريت تضغطوا اشتراك ولايك في القناة. و... وشكرا على التفرج دلوقتي على لسه فيديو كويس. انا في مطر برضه فايه، فبتمنى الفيديو ده يعجبكم، واسأل الله ان هو يرزقكم ويرزق كل حد ضغط لايك واشتراك ومشاهدة للفيديو وتعليق يحمسني. انا لسه بتكلم واقول يا رب في حاجة تيجي عندي. تعالى ندخل جوه خلاص، في زومبي اكيد مش هيقتل كل ده. تعالى ندخل خلاص. اقفل. فانا عارف المكان ده هيكون ضيق شوية كفيديو، فبتمنى الفيديو يعجبكم. اوعى تنسوا الصلاة يا جدعان، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا حبيبي مع السلامة، حبيبي مع السلامة، مع السلامة.